يا اهلا بيكم يا احلى شباب. وفي البدايه كده حابب اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان، ويا رب دايما فرحانين ومبسوطين طول الوقت. تعالوا النهارده اقول لكم على حاجه هتنقل مستوى التلوين بتاعكم في حته تانية خالص. طبعا كلنا عارفين برنامج ادوبي لايت روم وعارفين قوته في التلوين بتاع الصور والتعامل مع البشره والتعامل مع الصور بشكل عام. تعالوا النهارده اقول لكم ازاي تاخدوا القوه دي كلها وتحطوها جوه ادوبي بريمير برو. هتقول لي يا عم ما تضحكش علينا، هقول لك تابع الدرس ده لغايه النهايه وانت هتعرف اذا كنت بضحك عليك ولا بتكلم بجد. يا اهلا بيكم يا احلى واجمد شباب. وزي ما شفنا مع بعض في المقدمه وزي ما اتعودنا دايما على كل حاجه جديده في القناه، النهارده انا جاي اقول لك ازاي تقدر تاخد قوه اللايت روم او ادوبي لايت روم بالالوان بتاعته بكل التفاصيل بتاعته وتحطه جوه ادوبي بريمير برو، تستفيد من الالوان اللي موجوده في اللايت روم. او مش بس اللايت روم، على فكره اي برنامج للتلوين تقدر ان انت تستفيد بالالوان بتاعته جوه ادوبي بريمير برو. ومش بس برضه جوه ادوبي بريمير برو، جوه الدافينشي وادوبي بريمير برو والفاينل كات واي برنامج اديت انت عايزه. خلينا نشوف الطريقه بدون كلام كتير كده، وتعالى كده خليك كرييتيف وعبقري واعمل الطريقه دي هتعجبك جدا. طيب، كل اللي انا هعمله معاك او كل اللي انا هقول لك تعمله في الاول ان انت هتدخل على الموقع اللي انا هسيبه لك في صندوق الوصف او في الديسكريبشن، وهتبتدي تنزل الاداه اللي موجوده في الموقع ده. الاداه دي موجوده اسمها لوت جنريتور بالشكل ده. تمام، هتيجي تضغط، كل اللي انت هتعمله ان انت هتضغط على الداونلود لوت من هنا. طيب، او داونلود لوت جنريتور. انا همشي معاك خطوه بخطوه برضو علشان الناس اللي بتقول لي احنا ما عرفناش ننزل الاداء وما عرفناش نستفيد بيها او ازاي بتنزلها. كل الموضوع هيكون قدامك خطوه بخطوه زي ما احنا هنشوف دلوقتي. عايز اقول لك ان الاداه دي موجوده للماك وموجوده برضو للويندوز. كل اللي انت هتعمله، والاداه مجانيه تماما زي ما اتعودنا دايما. هنا هنيجي نعمل داونلود لوت هنا كده، او داونلود لوت جنريتور. هيبتدي ان هو ينزلك على الصفحه من تحت كده. كل اللي انت يعني هتعمله هتضغط على الداونلود هنا كده. طيب، هنتخض جدا لانه هنشوف هنا انه المفروض ندفع فلوس. ما تخافش ما تقلقش، كل اللي انت هتعمله ان انت هتضغط على الرقم اللي موجود هنا وتكتب زيرو. خلصنا تمام. بعد كده هتقول له اد تو كارت، هتبتدي تضغط عليها بالمنظر ده. هتيجي هنا تخاف برضو تاني. شايف؟ رغم ان انا بقول لك ان هي مجانيه. هتقول لي طب ما $39. ما تخافش، هو بيقول لك هنا لو انت عايز تنزل الباندل كلها، المجموعه دي كلها لو عايز تنزلها هتنزلها ب $39. انا مش عايز المجموعه، انا عايز الاداه اللي انا هستخدمها. فهبتدي اقول له نو ثانكس من هنا كده، واقول له تشيك اوت. طبعا زيرو اهو يا شباب، الرقم اللي انتوا بتحبوه جدا. وابتدي ان انا اعمل كده تشيك اوت. طيب، اكتب الايميل بتاعك وابتدي اعمل كونتينيو تو او كونتينيو فور فري. حلو جدا. هنا كده بيقول لك انه الرساله راحت للايميل بتاعك. ادخل على الايميل بتاعك عشان تنزل الاداه. انا داخل على الايميل اهو عشان اوريكم برضو. هتوصل عندك رساله بالشكل ده. كل اللي انت هتعمله انه بيقول لك لو انت عايز تنزل الاداه هتضغط هنا. هتضغط هنا، هيبتدي يدي لك هنا يعني كلمه داونلود. هتضغط على كلمه داونلود. الاداه ابتدت تنزل قدامكم اهو، ما عملتش اي سحر ولا اي حاجه. تعالوا نشوف بعد ما الاداه تنزل هنعمل ايه. طبعا انا كنت يعني منزل الاداه قبل كده، فمش محتاج ان انا اعمل لها انستول مره تانية، بس هوريكم الطريقه وهوريكم ان هي موجوده للماك وللويندوز. طيب، هندخل في الداونلود كده. هتلاقوا الاضافه اللي انا نزلتها والاداه اللي انا نزلتها مضغوطه. فكها باي برنامج ضغط. هنبتدي نضغط عليها نقول له اكستراكت. اتفكت بالشكل ده. لو دخلت عليها بيقول لي هنا كده في نسخه للماك، بس هنا النسخه دي بيتا او تجربه، فبلاش نشتغل بيها لان دي بيبقى فيها لسه مشاكل ما اتعدلتش. طبعا بيبقى فيها اوبشنز اكتر، ولكن بيبقى لسه فيها مشاكل لانه لسه بيحسنوا فيها. عندي النسخه العاديه اللي هي الماك العادي اهو، وعندي نسخه الويندوز. لو دخلت على نسخه الويندوز اهو هتلاقي ان هو بيقول لك انه الملف ده اي اكس اي، تقدر ان انت تعمله انستول. طيب، لو دخلت على الماك اهو هبتدي ان انا اضغط عليه بالمنظر ده. هتلاقوا الاداه فتحت معايا كده. طبعا تقدر ان انت تضغط عليها ضغطتين وتفتحها او تحطها في الابلكيشن. الناس اللي بتتعامل مع الماك هتفهم كلامي. طيب، خلينا نقفل الكلام ده خالص وخلينا ننزل البريمير تحت مؤقتا دلوقتي، واقول لك ازاي بقى هنتعامل مع الاداه دي. الاداه دي زي ما انا قلت لكم منزلها قبل كده. الاداه بيكون شكلها بالمنظر ده. لما بتفتحها بتيجي هنا تعمل حاجه اسمها جنريت هيلد. تمام، بالشكل ده. طيب، دي هنعمل بيها ايه بقى؟ تعالوا نشوف مع بعض. هتقول ازاي ده حصل. تعالى نعمل كده جنريت اللي هو ايه اللي عليه ده، واحط الصوره دي مثلا في الداونلود. تمام، هحط الصوره اللي هو هيطلعها لي دي في الداونلود. خلاص، في ثانيه الا ثانيه كده راح عامل لك صوره
عباره عن كلر باليت كده، هي دي اللي انت هتطبق عليها الالوان اللي انت عايزها بقى. طيب هو دلوقتي ضاف لي صوره هنا، وانا عندي صوره بتاعت اطفال كده جبتها هطبق عليها الالوان بتاعتي في الاول. هتفهموا معايا دلوقتي هعمل ايه. اي صوره عندك، مش لازم صوره معينه، اي صوره عندك في الكمبيوتر دخلها واتعامل معاها. طيب كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هدخل على برنامج اللايت روم بالشكل ده. هتيجي تدخل على اللايبراري هنا كده، وانا بشرح لك بمنتهى البساطه اهو علشان الناس اللي مش عارفه او لسه اول مره تفتح اللايت روم وبتتعامل معاه. فكل اللي انت هتعمله ان انت هتفتح اللايبراري كده، وهتيجي تسحب الصوره او تعمل امبورت. بس بلاش، يعني انا مش هشرح لك فكره الامبورت بدل ما تقول لي بتفتح قوائم كتير ومش عارف ايه. بمنتهى البساطه اسحب الصوره اللي هو طلعها لك دي، حطها جوه اللايت روم بالشكل ده. طبعا لما بتسحب حاجه من نفس الفولدر او من نفس المكان، بيدي لك الحاجات التانية اللي موجوده معاه. فانا هقول له خد لي الكالر باليت اللي انت مطلعها لي دي، وخد لي كمان الصوره. تمام، خلاص خلصنا الموضوع سهل جدا. وهاجي كده اعمل امبورت هنا يا شباب. طيب هو كده راح مدخل لي الصوره بتاعه الاطفال ومدخل لي الكالر باليت بتاعتي. هبتدي انقل للقسم الثاني اللي جنب اللايبراري هنا كده، اللي هو الديفلوب. خلاص هدخل على الديفلوب بالمنظر ده، وهتلاقي هنا كده الالوان بتاعه اللايت روم على اليمين، وهتلاقي هنا البريسيتس على الشمال. طيب انا عايز اطبق اي بريسيت من هنا كده على الصوره دي في الاول. تمام، وهقول لك ليه. انا جايب صوره، اي صوره عندك، باكد عليك تاني، اي صوره عندك تقدر تطبق عليها الكلام ده. طبعا هنا تقدر تضيف بريسيتس من بره، وعايز اقول لك انه اللايت روم ليه بريسيتس بالهبل على الانترنت. لو كتبت كده هتقدر تختار بريسيتس للصبح. علشان كده قلت لك اتعامل مع الافتر افكت بالطريقه دي، لانك هتقدر تاخد قوه الوان ما شفتهاش قبل كده. طبعا لو عايز تحسن في البشره بقى وتعمل كل ده، وتقدر تخرجه على طول لادوبي بريمير برو. الحاجات اللي فوق دي البريسيتس دي انا كنت منزلها من على الانترنت، والحاجات اللي تحت دي الحاجات اللي جوه اللايت روم اساسا. تمام، عايز تطبق من الحاجات اللي موجوده جوه اللايت روم طبق، عايز تجيب بريسيتس من بره تقدر تجيبها. طيب لو انا عندي بريسيتس بره، ازاي بقدر ادخلها جوه برنامج اللايت روم واتعامل معاها؟ عندك طريقتين. الطريقه الاولى هي ان انت بتضغط على علامه البلس اللي موجوده من هنا وتقول له امبورت بريسيت. الطريقه الثانيه هي ان انت بتطلع على كلمه فايل من فوق، وتيجي تنزل على امبورت ديفلوب بروفايل اند بريسيت من هنا، او بريسيتس. تمام، يبقى عندك طريقتين. خلينا نتعامل بالطريقه دي. انا جايب بريسيتس من بره وهنجربها اهو، امبورت بريسيت بالشكل ده. وخلي بالك من الاسم، لان هي هتدخل بنفس اسم الفولدر اللي من بره، مش البريسيتس اللي جوه. طبعا البريسيتس اللي جوه هيترتبوا بنفس الترتيب. هتيجي كده تضغط على البريسيت اللي انت نزلتها اهو، وهتيجي تعمل سيلكت على كل البريسيتس دي، وهتقول له امبورت. هتلاقيها نزلت بنفس الاسم اهو، في اللايت روم بريسيت. طيب تمام، حلو جدا. انا عايز اطبق البريسيت ده على الصوره. لو وقفنا عليها كده بيدي لك الستايل اهو. لو وقفت عليها بالماوس شايف، انا بحب جدا الستايل بتاع الاورنج اند تيل، او التيل اند اورنج اللي انت شايفه قدامك ده. عجبني اي حاجه من دول. بصوا كده، بصوا، شايفين؟ تحفه جدا جدا جدا. طيب انا عجبني مثلا الستايل ده. كل اللي انا هعمله، طبعا انا فاتح الصوره اللي انا جبتها مش الكالر باليت، هبتدي ان انا اعمل كده، اضغط على ده، اتطبق عندي بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا. وعايز اقول لك لو انت حبيت، يعني بعد ما طبقته كده، لو ما عجبكش وحابب تطبق حاجه غيره، لازم تيجي على القائمه دي وتعمل ريسيت علشان يشيل الايه البريسيت اللي انت حطيته. خلينا نطبقه مره تانية. هضغط عليه ضغطايه كده، اتطبق على طول على الصوره. طيب انا عايز اخد البريسيت ده احطه على الكالر باليت اللي هو طلعها لي البرنامج. فكل اللي انت هتعمله بمنتهى البساطه والسهوله ان انت هتيجي تعمل كوبي من هنا. وخلي بالك من الحاجات اللي انا عامل سيلكت عليها، هي دي اللي انت هتعمل سيلكت عليها عندك في اللايت روم، اللي هو الكالر ميكسر والكالر جريدنج والكيرف من هنا كده والكاليبريشن والافكتس. طبعا لو انت بقى عايز يعني عامل مثلا مزود الحده في الصوره، تقدر ان انت تعمل سيلكت على الديتيل. لو انت عامل مثلا كلر نويز ريدكشن، اللي هو تقليل النويز في الكلر مثلا، تقدر يعني على حسب الحاجات اللي انت عاملها في الصوره بتاعتك تقدر ان انت تخرجها معاك. انا الحاجات اللي انا عملتها بس، يعني دول افضل اختيارات انا لقيتها، فاعمل الاختيارات دي عندك. وعايز اقول لك على حاجه قبل ما نعمل كوبي كده، ان انت مش بس بتضيف البريسيت، انت تقدر تتحكم تحكم كامل في كل القائمه بتاعه اللايت روم من هنا. يعني لو انت عايز تعمل اي حاجه في اللون مره، يعني مثلا هزود التنت مثلا، مش عارف هعمل ايه، هقلل التنت، اعمل اللي انا عايزه. طبعا لما بتضغط ضغطتين هنا بيرجع لمكانه مره تانية. يعني قصدي مش معنى ان انت حطيت بريسيت فخلاص هو ده اللي انت هتطلعه، تقدر تعدل عليه وتطلع التعديل ده معاك. مش عارف انتوا عايزين ايه تاني يعني. بعد كده هاجي هنا كده وهعمل كوبي بالمنظر ده، وهقول له كوبي. طبعا نفس الاختيارات اللي انا اخترتها. بعد كده هدخل على الكالر باليت اللي هو طلعها لي البرنامج من هنا كده، وهتنزل تحت بمنتهى البساطه وتعمل بيست. انا كده طبقت الكالر اللي انا اخدته من الصوره على الباليت اللي هو مديها لي البرنامج.
خلصنا خلاص. هتيجي تروح تعمل ايه؟ تدوس على كلمة فايل وتقول له اكسبورت هنا كده، وهنخرجها كصورة جيبك عادي جدا. طيب خلينا ننزل تحت. بصوا كده اهم حاجة هنا كده، انه لما تيجي تخرج الفورمات بتاعك اللي هو الجيبك ده، خليه 100% علشان الالوان تطلع بالكواليتي العالي بتاع الصورة اللي انت شفتها. خلاص. بعد كده هتسميها، يعني انا هنا كده مختار رينيم، هو بيسميها لك باسم، لكن انا عشان هتطلع بره باسم كلر، فهتقولوا لي هو ازاي يجيب اسم كلر؟ لان انا اخترت الملف بتاعي يكون اسمه كلر وهطلعه على الديسكتوب. خلاص يا شباب، بسيفه عادي بقى، يعني بعمل اكسبورت عادي جدا. خلينا نعمل اكسبورت كده. خلصنا الشغل بتاع اللايت روم بتاعنا. هتلاقي انه كلمه او الباليت هنا اللي انا عملتها طلعت بره اهي باسم كلر. خلاص خلينا نقفل الكلام ده. خلاص هندخل على البرنامج تاني وهنقول له اعمل لي كونفرت للباليت اللي انا طلعتها دي للملف اللي بيشتغل على اي برنامج مونتاج اللي هو الكيوب او السي يو بي اي دي. تمام. هبتدي ان انا اجي على الصوره دي كده، هقول له كونفرت تو كيوب، هضغط عليها وهاجي اختار من الديسكتوب الكلر اللي انا عملته واقول له اوبن. بص كده هتلاقيه عمل لك كلر تاني وخلص الموضوع. بصوا السهوله، طلع لك الملف اللي هتستخدمه جوه ادوبي بريمير برو. هنضغط اوكي، نقفل البرنامج. خلصنا. هو ده الملف اللي انا هشتغل بيه جوه البريمير. طلع لك البريسيت الجاهز. تعالى يا معلم ادخل جوه البريمير برو، اختار اي فيديو عندك. خلينا نختار مثلا حاجه فيها الوان كتير عشان نشوف اهو. فيديو زي كده هنبتدي ان احنا نقول له نزله لي هنا. بعد كده هتدخل على القائمه بتاعه اللومتري. فين القائمه بتاعه اللومتري؟ اهو. وهندخل على القسم بتاع الكرييتيف. بص كده القوائم اهي مقفوله قدامك عشان يعني بمشي معاك خطوه بخطوه اهو. هتدخل على الكرييتيف وهتيجي على اللوك من هنا وتقول له براوز كده، ودخل بقى البريسيت اللي هو اداهولك ده. وتعالوا نجرب. بصوا، شايف؟ طبقت الالوان اللي انا خدتها من اللايت روم على الفيديوهات بتاعتي بمنتهى البساطه. مش بس كده، تقدر ان انت تنزل تحت كده وتتحكم في القوه بتاعه التيل اند اورنج اللي انت عملته. شايف؟ تقدر كمان تتحكم في الشاربنس او الفايبرنس او الساتوريشن. اعمل بقى اللي انت عايزه وعيش حياتك. تعالوا نجرب على حاجه تاني، صوره زي كده او فيديو زي كده اهو. اهو هنطبق نفس الستايل بتاعنا. بصوا الفيديو عامل ايه قبل ما اضيف له الالوان بتاعتي. هاجي اروح داخل على اللوك براوز واقول له خد لي الكلر بتاعت اللايت روم يا معلم وطبقها لي بالشكل ده. عايز حاجه تاني اكتر؟ عايز تدخل لعبه جوه البريمير هدخلها لك. يعني الموضوع تحفه جدا اهو. نجرب على فيديو تاني عشان تقول لي برضو ايه الموضوع ما نفعش معايا. يعني عايزك تيجي تقول لي الموضوع ما نفعش معايا بعد ده كله. هنيجي نعمل كده اهو. شايف؟ هنا ممكن نزود شويه الحده بتاعه اللون اهو علشان يبين التفاصيل. بصوا قبل وبعد يا شباب. بصوا الصوره قبل وبصوا بعد ما ضفت الالوان بتاعتي. عايز ايه تاني؟ هنا ممكن نقلل شويه لو انت حبيت تقلل في الفيديو ده مثلا شويه الحده اهو عشان اللسعه اللي كانت موجوده. طلع لك الوان عبقريه. طلع لك الوان عبقريه. طبعا بتمنى انه الدرس يكون عجبكم يا شباب. انا بعرف منين انه الدرس عجبكم؟ بعرف لما تدوس لايك على الدرس ده وتعمل لي كده كومنت حلو او تكتب لي كومنت حلو تحت الفيديو. طبعا بتمنى ان هو يكون عجبكم، ولو عجبكم يا ريت نشير الفيديو في وسائل التواصل الاجتماعي علشان الكل يستفيد. واللي لسه ما اشتركش في القناه ده مش تبعنا، يلا انزل دلوقتي اشترك في القناه وفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. شكرا لكم يا شباب واشوفكم في درس جديد من دروس ادوبي بريمير برو.